الحقني يا دكتور، انا بموت. لا ما تقلقش خالص، دي عملية بسيطة بسيطة بسيطة. لا 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 لا، توجعني جدا. واقف مش قادر مش قادر. هتضحك ومش هتحس بحاجة. بص في عينيا، بص في عينيا. لا ده بقى الاختراع اللي مش هيحسسك بحاجة وهتنام على طول. طيب بص الناحية التانية، بص كده. اي ده انت تعبتني، نام بقى. رحلة الإنسان من الصراخ للنوم العميق. تخيل نفسك في القرن ال18 وداخل تعمل عملية، بعد الشر عليك، ومفيش بنج، والجراح هيقطع بالمشرط وانت هتحس بكل حاجة. تخيل إحساس الناس دي زمان كان إيه؟ تخيل لو انت مكانهم كنت هتحس بإيه؟ بعد الشر عليكم كلكم. هنتكلم النهاردة عن البنج، رحلة اختراع البنج من القرون القديمة لأوضة العمليات الحديثة دلوقتي، عشان نعرف قد ايه الإنسان قدر يلهم باختراع عظيم زي اختراع البنج. تعالوا معانا نشوف حلقة النهاردة من برنامج المستر. في العمليات الجراحية زمان كان المريض بيقعد على السرير والممرضين الأقوياء بيمسكوه ويربطوه علشان ما يتحركش أثناء العملية. وما كانش فيه تخدير وكان الألم فظيع. كانت الناس بتبقى رايحة لأوضة العمليات وهي كأنها رايحة لغرفة الإعدام. ولكن العلماء والإنسان عموما ما استسلمش للألم ودور على حلول. في الحضارات القديمة زي المصريين القدماء والهنود كانوا بيستخدموا حاجات زي الأفيون والبلادونا، ودي أدوية أو عقاقير بتخفف الألم لكن ما بتقضيش عليه، برضو كان فيه لسه ألم. زمان كانوا بيستخدموا طريقة غريبة جدا، يخبطوا العيان على راسه من ورا علشان يغمى عليه ويقدروا ينيموه، ولكن كان في ناس بتموت من الخبطة ما بيموتوش من العملية. في القرن ال18 بعض الجراحين قرروا يعملوا فكرة غريبة مجنونة، ان هم ينيموا العيان تنويم مغناطيسي. لكن مش كل العيانين قبلت الفكرة، في ناس ما تأثروش بالهبل ده. زي ما انت حد يقول لك التنويم المغناطيسي بينيم. ده ضحك على الدهون يابا. في اواخر القرن ال18 واوائل القرن ال19 عالم عظيم اسمه هورس ويلز استخدم غاز الضحك علشان ينيم المرضى بتوعه. فكرة جديدة براقة، فكر بره الصندوق ارجوك، فكر بره الصندوق. هورس ويلز فكر في كده، قال لك لو هما بيضحكوا هينسوا الالم. الفكرة نجحت بس جزئيا، مش مع كل الناس. عارف ليه؟ عشان في ناس كئيبة ما بينفعش معاها حتى غاز الضحك. اوعى تبقى كئيب، اخرج بره اوضتك، فكر، الهم نفسك، دور على افكار ملهمه تخرج بيها من اللي انت فيه. وده اللي انا عايزه النهارده في البرنامج بتاعنا. هنا بطل بقى قصتنا يجي ويليام مورتون، ده بقى اللي اخترع التخدير بجد بقى. ده اول دكتور امريكي سنه 1846 اكتشف غاز الايثير، وده كان بيخلع ضرس لواحد زي حالتك كده جاي يخلع ضرسه. فاكر لما رحت للدكتور وكنت وجعاك اسنانك وخايف قوي؟ الدكتور ويليام مورتون ده اللي عمل ايه بقى؟ ده اللي اخترع حاجه بتبنجك. ويليام مورتون دوت قدر بغاز الايثير انه يبنج الفك ويخلع ضرس الواحد. كان مرعوب، كان داخل مرعوب، صعب عليه، ففكر في الحركه دي، فرش غاز الايثير عليه وابتدى بقى تحول بعد كده لحقن. ومن هنا ابتدت عمليه البنج اللي هي قريبه شويه من اللي احنا بنعيشها. على فكره نفس الدكتور دوت قدر يولد واحده حامل ونزل البيبي وهي مش دريانه خالص، لانه قدر يوصل البنج كحقنه فنامت خالص وقدروا يعملوا البنج. ودي كانت اول عمليه فيها البنج فعال بالصوره اللي احنا شفناها في حياتنا. ومن هنا ظهر البنج بقى وابتدى يتطور، ابتدوا يستخدموا مواد تانية خالص بعد ويليام مورتون. العمليه دي لما نجحت وعملوها
والمريض نام تماما، سموه يوم الايثير العظيم اللي اخترعه ويليام مورتون. ويليام مورتون اتخانق مع هوراس ويلز واتخانق مع عالم تاني على مين اللي اكتشف الايثير. كانت خناقه عشان ينسبوا الفضل لانهي عالم فيهم. برضو العلماء في بينهم شويه مكائد، وفي الاخر للاسف الشديد ويليام مورتون مات فقير، لانه هو كان بيفكر ازاي يسعد العالم ويحمي العالم من الالم، لكن ما فكرش في اسعاد نفسه، ودي حاجه مش وحشه على فكره. وانت كمان فكر في حاجات حلوه تفيدك وتفيد العالم. النهارده خلاص البنج بقى شيء اساسي، مفيش عمليه بتتم من غير دكتور البنج. فين دكتور التخدير؟ فين فاكر بتسال عن دكتور التخدير اول حاجه قبل ما تسال على العمليه. دلوقتي البنج بقى شيء اساسي في حياتنا في العمليات. ربنا يحميكم كلكم. اتمنى ان تكون رحله البنج دي عجبتك. عشت معايا البنج من اول ما ابتدى، من قدماء المصريين كانوا بيستخدموها اعشاب وخبط على الراس والرشومه اللي شفتوها، لحد التطور الفظيع اللي بيحصل دلوقتي في البنج. ودكاتره البنج يمكن يكونوا افضل مني كتير في شرح ايه هو البنج، انما دلوقتي بقى شيء اساسي في حياتنا. لو الحلقه دي عجبتك اعمل لايك وشير وسبسكرايب وابعتها لاصحابك ودعمني عشان تشوفني في الحلقه الجايه مع برنامج المستر الالهام اكسير الحياه للمبدعين. هو المرأة، الظلم، الأكل، الخيانة، كتير كتير. كل دي مواضيع. ايه ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ ايه اللي جابني اليوتيوب؟ ده برنامج المستر اللي هيتذاع يوم الجمعة الساعة 6 مساء من كل اسبوع. اتفرجوا عليه.